تصدق إن الهاكر زمان كان محتاج سنين خبرة؟ دلوقتي كمبيوتر بلس AI يساوي اختراق، مكالمة بصوت مديرك، إيميل شكله رسمي، برنامج حماية مش شايف أي حاجة، والنتيجة فلوس طارت، بيانات اتسربت، وشركات وقعت. الذكاء الاصطناعي اتعمل علشان يساعد البشر، بس أي تكنولوجيا لو وقعت في إيد غلط بتتحول لسلاح. واللي بيحصل دلوقتي إن الهاكر بقى بيستخدم AI مش علشان يبقى أذكى، لكن علشان يبقى أسرع وأخفى وأخطر. خلينا نبدأ بأخطرهم. ديب فيك. النهاردة تقدر تزور صوت شخص بنسبة دقة مرعبة، تعمل فيديو ليه بيقول كلام ما قالوش، تخدع موظف، محاسب أو حتى صاحب الشركة. في شركات اتحول لها فلوس بسبب مكالمة واحدة من صوت CEO مزيف. المشكلة؟ الموضوع مش محتاج معدات معقدة ولا خبرة سنين. AI بيعمل كل حاجة. زمان كنا بنقول الإيميل ده فيه أخطاء إملائية يبقى نصب. دلوقتي AI بيكتب لغة سليمة، أسلوب رسمي، رسائل مخصصة باسمك ووظيفتك. يعني إيميل مرحباً أحمد، لاحظنا محاولة دخول غير معتادة. ده اسمه سبير فيشنج بالذكاء الاصطناعي. حتى ناس IT محترفين بتقع فيه. ودي أخطر نقطة. AI بقى بيولد كود خبيث، يغير شكله كل مرة، يتفادى برامج الحماية. يعني أنتي فايروس شغال بس التهديد عدى من تحته. المالوير بقى ذكي، متكيف وصعب الكشف. عشان كده الأمن السيبراني مش برنامج، الأمن السيبراني عقلية. السؤال المهم، هل نمنع ال AI؟ طبعاً لأ. الحل هو وعي المستخدم، فهم الهجوم قبل ما يحصل، تدريب حقيقي مش كلام نظري. قبل ما تضغط على اسأل نفسك، الرابط ده جاي منين؟ الملف ده ليه اتبعت لي؟ الصوت ده حقيقي ولا مزيف؟ الذكاء الاصطناعي مش شر، لكن في ايد الغلط بيبقى اخطر من اي هاكر. ولو انت مش بتتعلم ازاي تحمي نفسك فانت هدف سهل. تابع STIT علشان الامن السيبراني مش رفاهية، ده ضرورة. قبل ما تضغط فكر.